تقعد ذكريات حلوه لكل كامل اعضاء فريق وفاق سطيف. اكيد الوفاق كما قلت يستحق اللقب هذايا، تعب عليه برشا منذ لقاء نصف النهائي امام الاولمبي البيجي، ثم اليوم امام فريق النصر الليبي. ظهر لي سمير اليوم شوط بشوط، الشوط الاول اللي كان لفريق الوفاق عمل كل شيء في الشوط الاولاني، في حين الشوط الثاني رجع حاول فريق النصر الليبي الرجوع، لكن خبره الوفاق كانت في الميزان اليوم. اكيد انه خبره فريق الوفاق واللاعبين نتاعو عندهم امكانيات عريضه. الشوط الاول نجم نقولوا انه كان وفاقي 100%، نوعا ما فما اخطاء تكتيكيه تكلمت عليها وحضر وتمركز لاعبين فريق النصر خلى فريق الوفاق هو اللي مهيمن تقريبا على كل مجريات الشوط الاول، سجل 3 اهداف ممتازه ورائعه جدا، ولكن خالد القماش صح اوضاع فريقه، عدل الاوتار، تمركز لاعبينه في نصف الملعب، فرجع فريق النصر اللي نعرفوه. لاعبين فريق النصر نشاهدوهم مشاو يحيوا في جماهير ملعب فريق الوفاق، وهذا المطلوب. المنتصر هي الروح الرياضيه، المنتصر هي الكره المغاربيه، والمنتصر هي كره القدم الجميله اللي نحبوها. هذه مشاهد من ملعب 8 يناير 1945، تتويج فريق الوفاق بلقب يونافنس ماكاب للانديه الفائزه بالكاس. اكيد فريق الوفاق سعاده كبيره للمدرب جاني سوليناس ولكامل الجماهير الصيفيه بالتتويج هذايا، وزاد كما قلنا قبل حظ سعيد لفريق النصر الليبي اللي قدم مستوى متميز في البطوله هذه. كما قلت سمير في انتظار نتيجه مباراه النادي الافريقي وفريق مولودية الجزائر يوم الخميس في اطار يونافنس ماكاب للانديه البطله. اكيد، وانا نلاحظ انه الاقبال الجماهيري موجود وبكثافه في كل تقريبا المقابلات، فما مقابله ولا اثنين اللي ما كانش فيها الحضور على حسب المأمول، ولكن كل المقابلات نتاع يونافنس ماكاب كانت قدام مدرجات معبيه بالجمهور اللي يحب الكره الجميله والكره الباهيه. هذا المطلوب وهذا الهدف الاول والاساسي من يونافنس ماكاب، انه توحد الفرق المغاربيه، تقرب الشعوب المغاربيه وكورتنا المغاربيه تقرب لبعضها وتلعب مقابلات. هذا هو الهدف الاسمى. التتويج مهم اكيد، ولكن الاهم هو التقارب لشعوبنا المغاربيه، وهذا هو اللي نشوفوا فيه من خلال صوره حلوه، صوره ممتازه قاعده تجينا من ملعب الوفاق. اعاده الاهداف عبد الرحيم. هذا الهدف الاول لحسين مترف، تصويبه ممتازه جدا ملقى حتى حل الحارس الليبي بساق اليسار فيتوري، ساقه اليسار حسين مترف حط الكره في الزاويه 90. ممتاز جدا الهدف. شوف انا هز راسه اتقدم بالساق اليسار جهزها وبكل قوه يحط الكره في الزاويه صعيبه او مستحيله على صلاح فيتوري حارس مرمى فريق النصر. هذا امامنا حسين مترف قدم مباراه ممتازه جدا. هذا يعادل الهدف الثاني ممتازه جدا، الامداد من الحاج عيسى ومصطفى جليل ما يلقى حتى صعوبه في مغالطه الحارس فوزي الشاوشي. اللقطه توضح الامكانيات العريضه وهدوء الاعصاب والدم البارد نتاع الازهر الحاج عيسى، كل امكانياته حتى في لقطه ممتازه جدا. لاعب اخر يسدد ويماركي، ولكن هو اعطى الكره راوغ لاعبين ومد الكره في طبق قدام. شوف انا اللقطه ممتازه، جليل ما عنده حتى صعوبه باش يحط الكره في المرمى. 2-2 لفريق الوفاق. استفاد برشا اليوم فريق الوفاق من امكانيات الازهر الحاج عيسى. هذه مشاهد من ملعب 845. هذه عادة للهدف الثالث مصطفى جليل، خطأ دفاعي فادح من مبارك السنوسي. الإعادة 2-1 تقريبا تفوق العددي عند الملاعبية متاع النصر. هفوة في محور الدفاع بين السنوسي وبين نور الدين صام. جليت يتفوق عليهم، يروض باليمين ويحط الكرة في الزاوية. شوف ترويض موجه للمرمى، ماهوش ترويض بعيد، موجه للمرمى. واللمسة الثانية كانت في الشبكة، فيها صنع البونتو. هذا 3-2 لفريق الوفاق في الشوط الأول اللي كان تقريبا المهيمن فيه. الشوط الأول ينتهي بفوز الوفاق اللي عمل كل شيء في الشوط الاول. هذا اهداف الشوط الثاني، اهداف فريق النصر الليبي، هدف ممتاز من انيس الزغب
هدف مخالفة مباشرة رائعة جدا الهدف هذايا. 4 لاعبين في جدار فريق الوفاق، ولكن أنيس الزغب بكل مهارة وحنكة وفنيات يهز الكرة فوق الجدار. فوزي الشاوشي ما نجم يعمل حتى شيء باعتبار أن الكرة كانت بعيدة عليه. هدف رائع يوضح ويوري ويأكد إمكانيات مهاجم فريق النصر. أنيس الزغب يسجل هدف الأول لفريق النصر الليبي. هذه إعادة الهدف الثاني، تصويبة إيكو إيفوسا جميلة ياسر التصويبة، ما لقى لها حتى حل الحارس فوزي الشاوشي. عمل جماعي ظهر اسلوب لعب وعمل جماعي وتمرير القصير بين اللاعبين. اخر لاعب ماس الكره هو احمد عبد القادر، جهز بها ايكو ايفوسا اللي جاء من الخلف وبكل قوه يسدد. شوف التحضير، حلو التحضير وممتاز. ايكو ايفوسا بكل قوه بشاقه اليمين يسدد على مرمى فوزي الشاوشي، صعيبه على حارس مرمى فريق الوفاق. 3-2 نتيجه كانت طيبه جدا لفريق الوفاق، ولكن سيناريو المقابله ياكد انه فريق النصر فريق عنده شخصيه واللاعبين نتاعو قادرين انهم يتعاملوا مع المقابلات الصعيبه. قادرين لاعبي فريق النصر انهم يتحسنوا. هذه مراسم تتويج فريق الوفاق ستيف، توزيع الميداليات، فرحه كبيره لدى كامل اعضاء فريق الوفاق. صور جميله جدا من ملعب 800 في 1945. احتفالات كبيرة قبل المقابلة وأثناء المقابلة اللي تمت في أجواء رياضية وروح رياضية عالية جدا بين اللاعبين، حتى إقصاء إبراهيم الحاسي كان عن طريق خطأ بالورقة الثانية. ولكن شوف الحفلة، شوف دقة التنظيم، شوف الروح الرياضية العالية، تنظيم ممتاز جدا لإدارة وفريق الوفاق وكذلك لوناف نسمة كاب اللي أعطت صورة ممتازة وصورة حلوة على كورتنا المغاربة اللي نحبوها كيما هكا تشرف وكيما هكا تعطينا صورة أو تصويرة في مستوى عالي وكبير. مسابقة يوناف نسمة كاب اللي أعطت أبعاد أخرى لكرة القدم المغاربية. أكيد تنظيم المسابقات هذه جائزة اللي تحصل عليها السلاح الفيتوري، حارس مرمى فريق الوفاق فريق النصر الليبي. مقدمة من زي فتحي الهويدي ممثل قناة نسمة في المقابلة هذه. 50,000 دولار لفريق النصر اللي يستحق كل خير. الفريق هذا بصراحة يوضح ويأكد أن الكرة الليبية قادمة والكرة الليبية بخير. في انتظار قدوم لاعبي فريق الوفاق، أجواء كبيرة كما قلت هنا في ملعب 8 ماي. هذا هو رمز كأس يوناف نسمة كاب للأندية الفائزة بالكأس. أكيد يستحقوا فريق الوفاق بدون تعليق، يستحقوا عن جدارة، يستحقوا لأنه الفريق اللي كان أكثر انتظام في المردود، فريق ورانا كرة ممتازة، فريق ورانا أسلوب لعب ما بدلوش تلك المقابلات الكل، اللعب القصير والمهارة والفنيات، ثم تغيير النسق وتغيير الريتم كل ما يقرب من منطقة المنافس. عنده لاعبين قادرين أنهم يحدثوا الفارق، عنده مجموعة من اللاعبين متكاملة، عنده جمهور اللي لاحظوا فيه من ذهب، جمهور يتابع في الفريق بتاعه سواء في ملعب الوفاق أو خارج الديار. عنده مدرب يعرف يتعامل معه، عنده إدارة قوية، عنده إمكانيات. فريق الوفاق من أحسن الفرق الجزائرية صراحة. أكيد الوفاق هو الفريق اللي انتصر على فريق النصر الليبي في ملعب يقول شافيز، يعني انتصار على فريق. أكيد هذه مظاهر الفرحة في ملعب 8 ماي. أجواء كبيرة ياسر، أجواء تمناها كل جمهور مغاربي وكل محب لفريق مغاربي، سواء النادي الافريقي او الاولمبي البيجي او مولودية الجزائر او وفاق ستيف او النصر الليبي او الاتحاد الليبي. لكن يبقى ديما الفائز مسابقة يوناف نسمة كاب اللي عرفت حضور جماهيري كبير تقريبا في كل الملاعب. حضور كبير وتغطية إعلامية بصراحة متميزة. نظن أنه واعتقد أنه المسابقة هذه خذتها بعد أخرى أثناء بمساهمة قناة نسمة أو صورة قناة نسمة اللي واصلة لكل البيوت المغاربية. احنا نحب ندعموا المشاركة هذه أو التظاهرة هذه إن شاء الله العام الجاي نوعدوكم أنها بتكون أفضل وأحسن. إلى حد الآن كل الظروف ممتازة، الجماهير كانت حاضرة، اللعب والفرجة على مقابلتين. شفنا 4 أهداف في المقابلة الأولى، شفنا اليوم 5 أهداف، تقريبا 9 أهداف كاملة في مقابلتين. هذا مهم جدا لكرتنا وهذا مهم جدا لفرقنا أنها تشارك وتحتك وتكسب خبرة.
صحيح، مباراة اليوم وفت بكل وعودها. هذا توزيع الميداليات على لاعبي فريق الوفاق. هذا نبيل الحيماني اللي كان غايب بسبب الإصابة. فريق الوفاق كما قلنا يستحق اللقب هذايا، لقب اكيد غالي، وباش نضاف الى لقب كاس اتحاد شمال افريقيا الانديه البطل الموسم الماضي، وكاس السوبر الممتازه، 3 القاب فريق وفاق ستيف في مسابقات اتحاد شمال افريقيا. تحيه كبيره لفريق النصر الليبي على العطاء نتاعو اليوم رغم الهزيمه، لكن هذيك هي الروح الرياضيه وهذيك هي الكره. ومنتصر، نعتبر انه فريق النصر الليبي منتصر اليوم، كسب خبره كبيره، اللاعبين نتاعو كسبوا ثقه في النفس. مقابله كما هذه ضد الوفاق يكسب منها كثير فريق النصر، لانه جاب او واجه من اعتى الفرق الافريقيه نقدر نقولوا، بالتالي فريق النصر ولا وجه مشرف لكره القدم الليبيه. بعض التعديلات ربما ويكون فريق النصر جاهز على المستوى القاري. ان شاء الله المستقبل افضل لفريق النصر الليبي، وحظ سعيد في بقيه المسابقات اللي بيشارك فيها. هذا حسين مترف حصل على جائزه اكيد بعد العطاء الكبير اللي قام به اليوم، جائزه ماليه كذلك 100,000 دولار. اكيد هدف حسين مترف يسحق عليها 100,000 دولار للفريق الكل جائزه مهمه. والشراكه بين نسمه واتحاد شمال افريقيا يعطي امكانيات ماليه، يعطي تصويره حلوه. ونعرفوا انه فرقنا المغاربيه في حاجه الى الدعم المادي، في حاجه الى نقل صوره حلوه على الفرق نتاعنا، وبالتالي كسب الى الجميع. نظن انه كسب الى الجميع. تتويج فريق الوفاق مستحق، فالف مبروك لفريق الوفاق على كل ما قدموا. هذه هي اللحظة التاريخية اللي استنى فيها جماهير الكحل والبيضاء، وهذا تتويج فريق وفاق ستيف بمسابقة يوناف نسمة كاب للأندية الفائزة بالكاس. هذا هو الحاج عيسى، أكبر هدية للحاج عيسى اليوم. وهذه الأجواء أجواء كبيرة ياسر في ملعب 8 ماي. كما قلت سمير، فريق الوفاق اليوم تحصل عن جدارة على اللقب هذا، اللقب الغالي هذا، مسابقة يوناف نسمة كاب للأندية الفائزة بالكاس. لقب جاء عن جدارة وبعد خدمة كبيرة، هذا تتويج آخر لفريق الوفاق. وهذا لازر الحاج عيسى اليوم اللي شارك تقريبا في كامل المباراة، خرج في اخر المقابله لازم الحاج عيسى، وهذه اجمل لقطات. اكيد انه اضافاته وامكانياته والمهاره العاليه لازم الحاج عيسى قدم اليوم، رغم انه كان غايب. انا شخصيا كنت متصور انه ما يقدرش يلعب مقابله كامله، لكن لعب تقريبا معظم المقابله. اكد انه لاعب كبير، اكد العزيمه الكبيره اللي كانت موجوده. ما هو سهل انه لاعب يغيب على المقابلات او نسق المقابلات فتره طويله ثم يرجع في نهائي من الحجم هذا ويقدم العطاء الغزير هذايا. فريق الوفاق كسب لاعب او استرجع لاعبه الكبير قائد فريقه لازم الحاج عيسى. اذا فريق الوفاق كاسب على كل الواجهات، كاسب التتويج وكاسب لاعب رجع له في ظرف حساس، ظرف كبير برشا. كان فريق الوفاق في حاجه للاعب من حجم اخر، لاعب اسمه لازم الحاج عيسى. مشاهد تاريخيه هنا في ملعب 8 ماي 1945، تتويج فريق الوفاق. هذا امامكم نور الدين سام الجزائري، لاعب قدم مستوى متميز، لاعب جزائري. اكيد المباراه الثانيه لنور الدين سام امام فريق الجزائري وفاق ستيف. فريق الوفاق اليوم انتصر كما قلت سامي، انتصر على جميع الواجهات، سواء في النتيجه سواء في الاداء. على هذه المشاهد الجميله اعزائي المشاهدين نقول مبروك لفريق الوفاق ستيف على حصول على كاس يوناف نسمة كاب الانديه الفائزه بالكاس، وحظ سعيد لفريق النصر الليبي. انا من قلبي كنحييكم زميل عبد الرحيم سقاسلي وزميلي سمير سليمي.